مساء الفل. كلنا النهارده شفنا ماتش الكونغو وتنزانيا. طبعا الاتحاد الافريقي والتخبط بتاعه المستمر اللي هو دايما بيعمل حاجات غير منطقية وغير واقعية ودايما بيوقع نفسه في مشاكل هو مش قدها. دلوقتي كان الماتش ده المفروض اللي هيكسب منه او لو المغرب كسبت في الناحية التانية هيتأهل يلاعب منتخب مصر. تقوم انت حاطط له كاتحاد افريقي تحط له حكم مصري، تحط له حكم رابع مصري، تحط له حكم على الفار مصري، عشان لو حصلت اي حاجه منتخب تنزانيا يعترض ويقول لك منتخب الكونغو صعد، او كذلك منتخب كونغو لو حصلت حاجه لتنزانيا يعمل احتجاج ويقول ده منتخب تنزانيا صعد بسبب ان الحكم المصري عايز منتخب تنزانيا هو اللاعب. انت كده بتحط نفسك في مشكله. انت ليه؟ طيب انت عندك حكام القاره كلهم مش عاجبينك لما بتختار حكم مصري لمباراه الفايز منها هيتاهل للعب مع منتخب مصر، لو حصل اي لغط على اي انذار او اي حاله طرد هتبقى انت ورطت نفسك مع المنتخب المنافس. ليه احنا بنحط نفسنا دايما في ازمه؟ ليه احنا ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا؟ ما بنشوفش الكلام ده كله بيحصل في اسيا حتى؟ دايما الحكم اللي عليه لغط او عنده مشاكل او ما عندوش مشاكل، هو حكم كويس وكل حاجه، بس الحته اللي هو هيحكم فيها ممكن تعمله مشكله، فبلاش منه الماتش ده، حطه ريحه للمباراة الادوار القادمة، سيبه يريح والعب بحكم تاني. هات حكم من جنوب افريقيا، هات حكم من مالي، هات حكم من السنغال، اي حكم ما يبقاش ليه اي غرض. هو ملوش غرض. والماتش النهارده كان حكم الحكام المصريين عملوا ماتش 10/10، بس ليه نحط نفسنا في اللغط ده؟ مش عارف. اتحاد افريقي. سلام.